مشاكل ديال الطلاق ديال الفراق. بزاف ديال البنات كيقولوا لي غنحمى. الحاجه اللي ما خصك الا درتي هاد الشيء اللي غنقول لك. اصدقائي الزوينين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غبرت عليكم اليوم، كانوا عندي بزاف ديال الاشغال كنقضي فيهم. دابا يلاه دخلت للدار كنرتاح شويه وبغيت نهضر لكم على شي مواضيع كيطيحوا ليا في راسي، حيت كنتوصل بزاف ديال المشاكل ديال البنات، الاسئله ديالكم اكسيتيرا، سورتو كونسيرنون مشاكل ديال الطلاق ديال الفراق، كومون جيري اون سيباراسيون. دونك انا تيبان ليا طاحوا لي في راسي شي افكار بغيت نبارطاجيهم معكم تو سامبلومون. غنتانستالا وغادي نبدا. الوغ لي زامي، كاين جوج حالات ديال الفراق. كاين الفراق اللي كتكون انت اللي خديتي فيه لا ديسيزيون باش تفارق، وكاين الفراق اللي كتكون لوتر بارتي هي اللي خدات لا ديسيزيون باش تفارق معاك. بداو بهاد لو كا هذا ديال ان لوتر بارتي هي اللي خدات لا ديسيزيون باش انها تفارق. شنو كيوقع في هاد الحالات هادي؟ غالبا في هاد الحالات هادي غالبا اوني شوكي، ما كنتقبل الامر. بزاف ديال البنات كيقولوا لي غنحماق، ما عرفناش شنو نديرو. الحاجه اللي ما خصكيش ديريها يا اختي او يا اخي، حيت هادشي سا كونسيرن لا بيرسون، الانسان كو سوا امراه ولا راجل. الحاجه اللي ما خصكش او ما خصكش ديري هي انك تبغي تانسيستي باش ان الاخر يبدل القرار ديالو. مع عمرها غتعطي نتيجه. نادرا فاش كتعطي نتيجه. وعلاش نادرا فاش كتعطي نتيجه؟ لان الانسان اللي كيكون خدا القرار باش انه يتفارق معاك، الا بقيتي كتبكي حداه وكترغبو، تتولي كتبان له اكي، تتولي كتبان له في يديه. دونك هو كيزيد يلعب عليك العشره، ولا كيزيد يتنفخ، ولا كيزيد يتشبت بالقرار ديالو ان ما بغاش واحد الانسان بحال هكا. tu es là ما بقيتيش tu ne suscites plus de désir et d'intérêt chez la personne. يعني ما كتوحيش ليه ما كتوحيش ليه الرغبه في انه يبقى معاك. في حين الا درتي هاد الشيء اللي غنقول لك يا اخي ولا اختي، وقلتي ليه وي فينالمون tu as raison، انا تيبان ليا انك درتي القرار المناسب، لان حتى انا بزاف ديال الحوايج ما عاجبينيش في هاد العلاقه هادي. ويمكن الا نتايا كنتي زعما اجرأ مني انا، يمكن الا كنتي جريء عليا وانا متفقه معاك ولا معاك على هذا القرار هذا، هنا شنو كيمكن لك كتخلق عند هذاك الشخص انه كتقدر تزعزعو، كيقدر يقول شنو هما الحوايج اللي نيت هاد لا بيرسون هادي ما عاجبينهاش، حيت هو كيكون واحد ليغو مرتفع، هو اللي خدا القرار. دونك انت ملي كتزعزعو بهاد القضيه هادي، هنا فين يمكن له هو يتساءل، وفين يمكن له بوتيتر يراجع راسو، و بوتيتر تولي كتباني ليه اولا كتبان ليها بلوز انتريسون ولا بلوز انتريسونت. وحتى الا ما راجعش راسو و ما كملش معاك وبقى متشبت في القرار ديالو، ولا بقات متشبته في القرار ديالها، انت غتكون مشيتي لا تيت اوت، انت غتكون مشيتي براسك مرفوع، ماشي كرامتك نازله في الارض وكترغب وكتزاوق، وفي الاخر الاخر اصلا القرار ديالو واصلا محتقرك علاش انت واصل لهداك النيفو ديال البكاء وداك الشيء، وما كيقول هذا في يدي هاد خينا هذا، اولا هذه في يدي هاد خيتي هادي، واخا انا صافي غير خليها تبكي، انايا غنمشي ندور حتى نعيا، ما لقيتش ما نقدر نرجع ليها، لان هي اصلا هي تتبكي قدامي، راه باغاني غير انا اولا باغيني غير انا. فهمتي يا اخي ولا اختي؟ الراس دائما يبقى مرفوع بجميع الحالات، كو سوا رجع لك او رجع. ندوزو الحاله اللي كتكوني اولا كتكون انت اللي خديتي القرار باش انك تفارق. هنا يا اخي ولا اختي، حيت كنلقى بزاف ديال الناس ما كياخذوش هذا القرار هذا بوغ لا بون ريزون. كياخذوا هذا القرار هذا باش انهم يتسناو من الاخر يدير شي رياكسيون، ولا يتسناو منه طالبين منه شي شروط، ولا بغاو يتفارقوا ولكن كيبقاو متلفتين اللور وكيشوفوا فيه اش غيدير اش ما غيديرش، بحال يديروا راسهم بغاو يتفارقوا. هنا فوزيت اكوتي دو لا بلاك، راكم كتخربقوا 100%. يعني ما كتبقاوش عايشين لا حياتكم ولا حياه هذاك الشخص اللي خليتوه ولا حتى شي حاجه، وما كتكونترول ويحقق لينا هادي وهادي وهادي وهادي. شنو كيوليو كيفاش كيوليو عايشين في لا ديبرسيون،
كيوليو عايشين في لا فرستراسيون، تيوليو مكهربين وكيوليو معصبين، كتبقاش عندهم حياه. لاننا ما كناخذوش هاد لي ديسيزيون هادو باش نزعزعوا الاخر، اولا باش نلويو ليه يديه، ولا باش يعطينا ويعطينا ويعطينا، ولا باش يتبدل. ما يبقاش هكاك، ما كناخذوهمش. كنهضروا وكنجلسوا اتابل وكنناقشوا وكنعاودوا نناقشوا وكنعاودوا نحطوا المشاكل سوغ طابل. الا شفنا بان هادوك المشاكل ما كيتصلحوش، ما بقيتيش قادر تستمر فيهم، فسير في حالك وما تلفتش. ما تلفتش يعني سير في حالك، حيت كاين بزاف ديال العيالات واخا هما اللي خداو لا ديسيزيون، اولا حتى كاين حتى بزاف ديال الرجال واخا هما اللي كياخذوا القرار باش انهم يتفارقوا، كيبقاو يشوفوا في الاخر، كيبقاو يبغيو ينكدوا عليه حياته. او دي فوا ملي كيكونوا الاطفال، هذه هي الطامه الكبرى، كيوليو كيستعملوا اطفالهم باش يفقسوا الاكس ديالهم، تيوليو تيحرشوا دوك الاطفال، تيوليو كيمنعوا الطرف الاخر باش ما يشوفش الاولاد ديالو حتى يحقق كذا وكذا وكذا. يعني دوك الاطفال كيوليو اوتيليزي، وهذه حشومه وعيب وعار، لان كيساهموا في تخريب هذوك الاطفال، وكيساهموا في تخريب العقل ديال دوك الاطفال، وكيساهموا في عقد كارثيه. يعني حشومه ان الانسان ما يراعيش الاطفال ديالو، وما يكونش اول همه هما المصلحه ديال هذوك الاطفال. الاطفال خصهم يبقاو خارج المشاكل. هذوك الاطفال عندهم اب وام، خاصهم بجوج بهم يكونوا في الحياه ديالهم. الا كان بيان سور الاب كاين ومحتاج الاطفال ديالو، باغي يشوفهم وباغي يدير بزاف ديال الحوايج ليهم، والام كذلك كاينه وحاضنه اطفالها اكسيتيرا اكسيتيرا، فهذاك الاطفال محتاجين ليهم بجوج. يعني ما كاينش لاش داك السم وداك الحقد وداك التقلاق، ما كاينش لاش. هو اصلا كانوا الاطفال ولا ما كانوش، ليك انت يا اخي ولا يا اختي، ليك انت انك تمشي تشوف حياتك وما تلفتش. يعني ملي كيتخاد القرار ديال الطلاق، ما كيتخادش لاجل اننا نفقصوا ولا نبقاو كنشوفوا خصنا ننتقموا، خصنا نديروا، خصنا نفعلوا ليه، خصنا نتركوا ليه. لا 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 لا، هادشي كتخرب به حياتك. بعد انت اصلا شمن حياه كتولي عندك وانت عامر بالحقد، وقلبك هاز السم والحقد، وهاز داك الكحوليه، وهاز داك الشيء الخايب. شحال ما هزيتي ديال لي زينيرجي نيجاتيف، شحال ما كتولي عايش في حياه سلبيه، ما كيبقاش حتى شي حاجه كتحلالك في حياتك، ما كيجيك لا رزق، ما كيجيك حتى شي حاجه، كلشي كيتعكس لك في حياتك. شحال ما كتكون قلبك صافي وكتكون تسامحتي مع الماضي، تسامحتي ماشي هي بغيتي ترجع مع الماضي، تسامحتي معاه صافي، وقع داك الشيء هذا كان من الماضي. انا دابا كنشوف حياتي، كنشوف مستقبلي، كنشوف الحوايج اللي غادي يفرحوني في حياتي، وكنولي سعيد في حياتي وايبانوي. لان شحال ما ركزتي على راسك، وشحال ما اهتميتي بالحوايج اللي غادي يفيدوك انت شخصيا، وحيدتي عليك الانتقام، وحيدتي عليك الحوايج الخايبين، حيدتي عليك سوء النيه، حيدتي عليك كاع دوك الشوائب في حياتك، شحال ما غادي تعيش مرتاح وسعيد وفرحان، وشحال ما غادي تنزل عليك غير الحوايج زوينين في الحياه. دونك لي زامي، انا عارفه بان ماشي سهل على اي واحد انه يجيري شي سيتواسيون ديال الفراق او لا سيتواسيون ديال الطلاق، سي با فاسيل. ولكن اول حاجه ديروها هي تسامحوا مع الماضي، ثاني حاجه هو التركيز على الذات وعلى الحوايج اللي كيفرحوك، سورتو الا كانوا لي زونفون على المصلحه ديال لي زونفون هما الاولين. فوالا لي زامي، كنتمنى تكون الحلقه ديال اليوم مفيده، والى اللقاء.